اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قولوا ما شاء الله. بصوا بقى الجبنة وجمالها، جايبه لكم النهارده طريقة من غير منفعة ولا من غير تعب ولا مجهود. بسم الله ما شاء الله، هتطلعي كمية جبنة ورمضان داخل عليكي وحلوة جدا للسحور، والجبنة دي مفيدة جدا للأطفال، ولا من غير أي حاجة مضرة. جبنة قريش، بياضها جميل وطعمها روعة روعة روعة، وحاجة معمولة بإيديكي ومضمونة. بصوا الكمية عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله، ولا من غير حصيرة ولا أي حاجة. جايبة لكم الطريقة من واحدة فلاحة، ربنا يبارك لها، ادتني السر. بسم الله ما شاء الله على الجبنة. بصي عاملة ازاي، طعمها روعة وكاملة الدسم، كاملة الدسم، مفيدة جدا جدا للأطفال ومفيدة لينا وحلوة قوي للدايت والرجيم. تفطري منها ورمضان داخل عليكي بنتسحر منها وحاجة كده منتهى الجمال. بسم الله اللهم بارك. بصي عاملة ازاي، عشان صفيناها كويس من المية، من الشرش بتاعها. جميلة جميلة جميلة، اللهم بارك. بعمل لكم كل حاجة وبقول لكم كل حاجة، والله العظيم بما يرضي الله، بما يرضي الله. بعمل لكم الفيديوهات وبحاول اجيب لكم المعلومة صحيحة، وبجيب لكم المعلومة تستفادوا منها، عشان تعملي كل حاجة بإيديكي وتبقى مضمونة. بس اهم حاجة في الجبنة ان اللبن بتاعك يكون بخيره، ما يكونش مغشوش، يعني تجيبيه من حد ثقة، تكوني واثقة في الحد اللي هتجيبي منه اللبن ده، ان هو مش بيغش اللبن، ان اللبن تقيل واللبن حلو، عشان يطلع لك جبنة كويسة، ويطلع لك قشطة. طبقة القشطة بتاعته تكون كبيرة. بصي انا يعني مش مقطعة من الفيديو خالص، علشان اوريكي الكمية اللي انا عملتها. بسم الله ما شاء الله، طعمها روعة روعة روعة. مش ببخل عليكي بأي معلومة، بقولك كل حاجة والله العظيم عندي، ربنا الأعلم. بصي جميلة ازاي، طعمها انا اصلا يعني مش ما كنتش بحبها قوي، بس انا لما عملتها بايديا انا ما كنتش مصدقة طعمها رهيب، جميلة جدا، احلى من اللي انا بشتريها. صلي بينا على النبي وقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتجيبي اللبن، تعرفي ازاي ان هو مغشوش؟ تشوفي بعد ما بتقلبيه كده وبتطلعي منه المعلقة، بتلاقي اللبن مسك في المعلقة، اللبن ماسك في المعلقة مش راضي يسيبها كده، اللبن تمام. لقيتي المعلقة خرجت كده بيضة، يبقى كده اللبن بتاعك فيه مية، غشينه بالمية. هتدفي اللبن زي دمعة العين، دمعة العين ده يعني ايه، مش عايزينه سخن، احنا عايزينه دافي زي دمعة العين بالظبط. هندفي اللبن زي دمعة العين. بعد كده هتجيبي حاجة تكون بطانية أو أي حاجة وتحطيها في الأرض، وبعدين تقومي مغطياها، تسيبيها لتاني يوم. أنا كده سبت اللبن 24 ساعة. بصوا دي طبقة القشطة، المية دي ما تخافيش منها عادي. هتدخليه التلاجة حوالي، يعني مثلا أنا انتي فتحتي مثلا عليه الظهر، تسيبيه في التلاجة لحد العشاء، علشان طبقة القشطة تتماسك وتعرفي تطلعيها، تكون مسكت وتكون جامدة، وتعرفي تطلعيها من على وش الجبنة زي ما انتوا شايفين. عايزة بقى تخدي القشطة بإيديكي، خديها، عندك مضرب كهربائي اعمليها في المضرب الكهربائي بالطريقة اللي تريحك، بأي طريقة انت حبيها. وفي ناس بتقلب القشطة مع الجبنة ما بتطلعش منها القشطة، بتسيبها كده بالقشطة بتاعتها، وتقومي مقلباها مع الجبنة، بتبقى تمام برضو زي الفل. عايزة تطلعي منها القشطة انت حرة براحتك، حطيها بس في التلاجة، أهم حاجة تمسك. بعد كده هتجيبي قماشة نظيفة، تكون مخصصة، أهم حاجة النظافة،
تكون مخصصة للحاجات ديّة. هتقومي جايبة 3 معالق ملح أو معلقة ملح، لكل كيلو لبن حطّي معلقة ملح. هتقومي حاطة فيها الجبنة ومصفى وتحت المصفى طبق، وهتصفّيها بالمنظر اللي أنا باعمله ده. هتصفّيها كده. اللهم بارك. الحاجة لمّا بتطلع من إيديكِ يعني أنتِ بتبقي مبسوطة وفرحانة إن أنتِ عرفتِ تعملي حاجة، إن أنتِ عرفتِ مثلًا تعملي جبنة، تعملي حتة قرصة للعيال، تعملي أي حاجة من إيديكِ. بُصّي، لازم تتصفّى كويس جدًا عشان تبقى ماسكة في بعضها، تعرفي الخرطة تطلع بخرطتها. عندِك حصيرة بقى، عندِك حتة شاشة، هتبقى زي الفل. اللي أنتِ عايزاه، اللي متاح عندِك اعملي بيه. إحنا عايزينها تتصفّى كويس، أنتِ هتسيبيها للصبح تتصفّى. هاتي حاجة تقيلة، حاجة تقيلة وحطّيها على الجبنة كده وسيبيها لتاني يوم. تعالي بقى نخُض القشطة مع بعض. في ناس بتعملها بالمضرب الكهربائي، وفي ناس بتعملها في الخلاط، وفي ناس بتعملها بإيديها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلوا بينا على النبي في التعليقات وقولوا لي رأيكم إيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هتتخض على طول، القشطة هتتعمل على طول في ثواني، هتبقى سمنة بلدي، سمنة بلدي. بقيت في سمنة بلدي في ثواني. بسم الله ما شاء الله. شُفتِ بقى عملنا إيه من اللبن؟ عملنا جبنة، وعملنا القشطة، والشرش اللي هيطلع من اللبن هنعمل بيه مِش. الشرش اللي بيطلع بُصّي حتى القشطة لمّا هنيجي بُصّي هنصفّي السمنة، اللي اتبقى من السمنة ده اسمه مِش أبيض. تعملي بيه أحلى قُرَص، أحلى قُرَص تعمليها بيه. مش عايزة تعملي بيه قُرَص، عندِك مِش عايزة تخفّفيه حطّيه في المِش، حطّي عليه معلقتين ملح ومعلقة شطة وقومي حاطاه في المِش. بُصّي بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، حتّة يعني زي الفل. جينا بقى تاني يوم، شوفي الجبنة بتاعتنا، هنا عدّى عليها تاني يوم على طول. يالّا بينا بقى نشوفها مع بعض. لأ هنا كنت باسويها علشان تاني يوم لمّا آجي أفتح عليها وأشيلها من الشاش تكون متساوية وتكون كل حتّة قد بعضها. هنا كنت باسويها، هنا لسه ما جاش تاني يوم. هنا كنت باسويها بالمعلقة عشان لمّا آجي أشيلها تاني يوم تكون إيه، كل حتّة قد بعضها. أسويها بالمعلقة كده. أهم حاجة يا جماعة النضافة، كل حاجة عاملة بيها تبقى نضيفة وتبقى زي الفل.